شفناه وهو بيزحف لباب الأوضة وخبط عليه كأنه بيحاول يهرب، وخربش على الباب الحديد وصرخ وطلب المساعدة. في اللحظة دي اتفتح الباب ودخل راجل ضخم وضرب الراجل اللي من غير رجلين من غير أي رحمة. زحف على جنبه ومسك راسه وقعد يعيط. والراجل العملاق ده قرب من الكاميرا وكان لابس قناع برضه وقميصه مليان دم. وأما قرب من الكاميرا فضل يضغط على لوحة مفاتيحه، وبعد شوية بدأ يتكلم. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، جايلكم النهاردة بقصة جديدة. بس قبل ما نبدأ، لو دي أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول، واعملوا لايك للقصة عشان توصل لأكبر عدد ممكن. ويلا بينا نبدأ. أنا كشخص بستمتع إن أدور في الجانب المظلم من الإنترنت. كنت مهتمة جدا إن أتفرج على فيديوهات على اليوتيوب عن الدارك ويب، وعلى الرغم إني كنت مهتمة جدا بالموضوع بس عمري ما كان عندي الشجاعة إن أدخل عليه، لأني كنت عارفة إن الدارك ويب للمجرمين والقتلة وكل الأشخاص اللي مش ممكن تثق فيهم هيكونوا هناك، وهيقدروا بسهولة يعرفوا عنوان الاي بي بتاعي مجرد ما ادوس على رابط الموقع. كنت عارفة إني لازم أبعد عنه، بس كل حاجة اتغيرت أما خطيبي جه للبيت. ومش هقول اسمه، بس ممكن نسميه تايم، وده مش اسمه الحقيقي. وبرضه مش هقول اسمي أنا كمان، بس نادوني تيا. احنا الاتنين كنا بنحب بعض جدا، واحنا الاتنين كنا مهتمين جدا بقصص الجرايم الغامضة وحياة أخطر القتلة المتسلسلين. واما جه البيت بدأنا نتفرج على فيلم على الديب ويب، والفيلم ده أثار اهتمامنا. وبعد ما خلصنا الفيلم تايم قال لي إنه حابب يدخل على الدارك ويب. كنت خايفة جدا إننا نعمل كده، وكان لازم في اللحظة دي أقول لأ، بس ما عملتش كده. بكل غباء قلت له ممكن نجرب. عينه لمعت من الفرح وجرى على الكمبيوتر بتاعي. قعدت جنبه وفتحنا الموقع اللي هيخلينا ندخل على الدارك ويب. لقينا بعض الروابط فتحناها واحد ورا التاني. الرابط الأول عبارة عن موقع موجود فيه بشكل أساسي تجارة غير قانونية للمخدرات والأسلحة. أنا كنت منبهرة جدا باللي أنا شايفاه، بس تايم كان حاسس بالملل. فتحنا الموقع اللي بعده واللي كان برضه متعلق ببيع المخدرات، وكمان عفش مصنوع من الجلد، وكان مصنوع من جلد خاص. وفهمنا على طول إن هو جلد بشر. المفروض إني كشخص عارفة مخاطر اللي هيجي من الدخول للمواقع دي كنت حاسة إن عايزة أقفل الكمبيوتر، بس تايم كان عايز يشوف مواقع أكتر. فتحنا الموقع التالت وشفنا واحد لابس قناع مقرف وما عندوش رجلين وعيونه حمرا وسنان كتير، وكان بيزحف في أوضة ضلمة، وكان بيعمل أصوات مختلفة من أصوات الحيوانات، والأرض اللي بيزحف عليها مليانة دم. شفناه وهو بيزحف لباب الأوضة وخبط عليه كأنه بيحاول يهرب، وخربش على الباب الحديد وصرخ وطلب المساعدة. في اللحظة دي اتفتح الباب ودخل راجل ضخم وضرب الراجل اللي من غير رجلين من غير أي رحمة. زحف على جنبه ومسك راسه وقعد يعيط. والراجل العملاق ده قرب من الكاميرا وكان لابس قناع برضه وقميصه مليان دم. وأما قرب من الكاميرا فضل يضغط على لوحة مفاتيحه، وبعد شوية بدأ يتكلم. واضح إن عندنا ضيوف جداد، ازيكم، يلا نشوف مين معانا. أما قال كده شفت الضوء الأزرق على الكاميرا بتاعتي منور، وده معناه إن الكاميرا بتاعتي شغالة. وكمل وقال: ازيك يا تيا، أنا شايف إن معاكي خطيب وشايف إن هو ما يستحقكيش. في المرحلة دي أنا وتايم كنا خايفين جدا، وتايم بسرعة فصل الكاميرا وسمعنا صوت الراجل تاني بيقول: أنا كده مش عارف أشوفكم، شكلكم خايفين، ما تقلقوش، أنا بس عايز أكون صاحبكم، دلوقتي وروني وشوشكم تاني أرجوكم. طبعا ما فتحناش الكاميرا وكان لازم نقفل الكمبيوتر في اللحظة دي، بس كنا خايفين. بدأ يغضب إننا ما وصلناش الكاميرا وصرخ وقال: طب لو مش عايزين توروني وشكم أنا هاجي وأشوف. جريت بسرعة عشان أفصل الكمبيوتر، وكنت سامعاه وهو بيصرخ ويشتم وإنه هيجي يعذب تايم ويعتدي عليا. شديت الفيشة وكانت لحظة صمت بصينا فيها أنا وتايم لبعض وإحنا مرعوبين. قلت له: إيه اللي حصل ده؟ إحنا ممكن نتقتل. الموضوع كان مخيف، وبدأ تايم يضحك. ما أعتقدش إنه هيعمل كده، لأنه مجرد مريض نفسي مثير للشفقة عايز يخوفنا. ما أعتقدش إنه هيعرف يلاقينا. قلت له: أنت مش فاهم حاجة يا تايم، الحقيقة إن هو كان قادر يفتح الكاميرا بتاعتي عن بعد، ومعنى كده إنه قادر يعرف مكاننا، وشكله كان غضبان جدا مننا. هو أكيد هيجي هنا ويقتلنا. واضح إن تايم ما كانش عارف خطورة اللي حصل، وقال لي بهدوء: ما أعتقدش إنه هيحاول يدور علينا، بس لو كنت خايفة من إنك تقعدي هنا ممكن تيجي تقعدي معايا أسبوع، بعدها هنعرف لو كان أمان تيجي تقعدي هنا، وساعتها تقدري ترجعي بيتك.
وافقت على كلامه وبدأت ألم هدومي، وبعد ساعة خلصنا وسيبنا البيت. في البداية كنت بفكر دايما في اللي حصل، لأيام ما كنتش بعرف أنام، مجرد التفكير إنه يعرف اسمي كان كفاية عشان أفضل صاحي. بس بعدها بدأت أهدى شوية ومبقتش بفكر في الموضوع زي الأول، خصوصا إن أنا وتايم اتجوزنا، وده كان السبب الرئيسي اللي خلاني بطلت تفكير في الراجل ده. وبعد أسبوع بدأت أحس بالملل وإن عايزة أرجع بيتي أطمن إيه اللي حصل. قلت لتايم موافق إني أروح، وقلت له إني مش هتأخر. رحت البيت، وأما وصلت هناك لاحظت إن الشباك مكسور. فتحت الباب بسرعة وبصيت، لقيت إن كل العفش مكسور ومرمي على الأرض، وكل الأوراق بتاعتي مقطوعة، ولقيت رسالة على الترابيزة. أخدتها وفتحتها، والرسالة كانت من الراجل ده، وقال لي في الرسالة إن هو جه يشوفني بس ما لقيناش، وإنه قعد في البيت لمدة 3 أيام وقعد يفتشه عشان يلاقي معلومات، وإنه لقى معلوماتي ومعلومات تايم الشخصية. وانتهت الرسالة بإنه هيروح على عنوان تايم عشان ما لقيناش في بيتي. بسرعة كلمت تايم بس ما كانش بيرد. بعدها كلمت الشرطة وقلت لهم العنوان، ومشيت من البيت وركبت العربية بأسرع ما يمكن ووصلت عند تايم. وأما وصلت لقيت الباب مفتوح، وحسيت إن قلبي هيخرج من مكانه في اللحظة اللي شفت فيها جثة تايم مرمية على الأرض وجسمه مقطوع بالسكينة، ولقيت السكينة جنبه وقعدت جنبه وأنا بعيط. سمعت صوت خطوات جاية بسرعة من بره، مسكت السكينة وكنت فاكرة إن اللي جاي هو الراجل المجنون، وحسيت بالراحة أما لقيت إن اللي بيجري كان هو الضابط، وطلبت منه إنه يساعدني. بس الضابط شافني ماسكة السكينة وواقفة جنب جثة شخص ميت، مسك مسدسه وقال لي ما اتحركش من مكاني. حاولت أقول لهم إنهم فاهمين غلط وإني مش أنا اللي قتلته، بس ما سمعونيش وأخدوني الاسم وقالوا لي إنهم لقوا كل بصماتي في الشقة ومفيش أي بصمات لحد غريب، ده غير السكينة اللي هي سلاح الجريمة عليها بصماتي، وهيتحكم عليا الأسبوع الجاي. أنا مش خايفة من السجن، أكتر حاجة مخوفاني هو الراجل المجنون اللي لسه بيأذي الناس البريئة اللي زي أنا وتايم. ودي كانت نهاية قصتي. لو عجبتك متنساش تعمل لايك عشان توصل لأكبر عدد ممكن، ولو لسه مشتركتش في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول.